بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهداتنا الكريمات، مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم يسألونك. وباسمكم أرحب بضيفي الكريم في هذه الحلقة، فضيلة الأستاذ الفقيه العوني بن محمد الزاوية، وعضو المجلس العلمي المحلي بعمالات صخيرات مراوس الكريم. أهلا وسهلا. بارك الله فيكم. ونواصل معكم أستاذي الكريم محور فقه العبادات، ولدينا مجموعة من الأسئلة التي توصلنا بها من المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات من المواطنين والمواطنات داخل الوطن وخارج الوطن، فمرحبا بالجميع. ودائما ننتظر تواصلكم معنا وطرح أسئلتكم على البرنامج من خلال الوسائل اللي كتظهر في الشاشة واللي كتمكنكم من التواصل مع برنامج يسألونك، سواء عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني أو الرقم يعني الهاتف اللي هو المجيب الآلي. إذن أول سؤال أستاذي في هذه الحلقة، سائل لم يذكر اسمه يقول: أريد أن أعرف هل يمكن أن أصلي صلاة العشاء فقط دون أن أصلي الشفع والوتر؟ تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إجابة عن هذا السؤال، العشاء فرض والوتر سنة مؤكدة والشفع سنة خفيفة. صلاة العشاء، وسيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله لما تكلم عن الفرض الكفائي وقال: وكالصلاة الغسل دفن وكفان، بدأ قال وتر، يعني الفرض الكفائي والسنة اللي هي قريبة منه، هي قريبة من الفرض الكفائي. ولهذا لما كمل الفرض الكفائي قال: وتر كسوف عيد استسقاء سنن. هذه سنن. أي هو الوتر. وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وليس هذا النداء خاص بأهل القرآن فقط، وإنما المقصود به العموم، لأن هذه الأمة أمة القرآن. نعم، أي أمة القرآن كلها الحمد لله، اللي حافظ واللي ما حافظش، عشوية ولا كثير. وإن كانت هذا التصريح بالقرآن والأهل، فالأهلية في الأمة كلها. من ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب. ولا بد أي أحد من هذه الأمة يحفظ الفاتحة أقل ما يمكن. إذن نعم. لا خراب في صدور الأمة، الحمد لله. وكذلك الله جل وعلا في سورة الذاريات لما تكلم لنا على أهل الجنة: جعل الله الجميع من أهلها، قال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما هي الصفة؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كان هجوعهم من الليل قليلا. يعني واش هذا ينطبق أستاذ على أن اللي صلى الشفع والوتر فقط، ما دارش قيام الليل، يعني دار فقط شفع والوتر 3 ديال الركعات؟ إذن علاش؟ راه كاينه آية أخرى: والذين يبيتون لربهم مسجدا. هذه تفسر الأخرى، راه ماشي غير جات هذه ونوقفوا عندها. واش ضروري أستاذ شنو نفهموا من كلام الله عز وجل يعني في الآية وفي هذه الآية؟ المؤمن الحق هو الذي دائما وأبدا كلما نام الناس قام لطلب مرضاة ربه. أما الفرض انتهى، ولكن هذه زيادة، والناس كلها تبري على الربح. نعم. وسيدي عبد الواحد بن عاشر قال لنا في باب التصوف: ويجعل المفروض رأس المال والنفل ربحه. هذيك راه أرباح.
راه رسول الله بيقول لنا راس شكون فينا المال ما يبغيش الربح؟ شغله هذا. اي واحد فينا كيبغي راس أي. المال يحافظ عليه أي. وفي نفس الوقت يحقق شويه الساعة اللي الربح. فاش يشوف راس المال اليوم يحسب 50 درهم، غدا يلقى 50 درهم. نعم. غادا تاكلوا نفسه ويقول خاصها تعود 100 درهم. نعم. اوكي يحاول. نعم. وسيدنا ابو هريره رضي الله كيقول اوصاني حبيبي بألا أدع صلاة الوتر. وجاء حافظ السيوطي وفي حرف الحاء وقال هك: الحازم من لا ينام إلا على وتر. قال لك ذاك اللي حنت الناس كيصليوا العشاء ويخليوا يشفعوا الوتر باش يحيوا به الثلث الأخير من الليل. نعم. باش يتعرضوا لديك النفحات الموجودة في الثلث الأخير من الليل. نعم. هل نعم. الحديث هذا معروف ياك. لكن دوك اللي هما عندهم عزم وحزم يصلي يشفعوا الوتر عندي ناس. علاش؟ ليكون آخر نومه. لا تمشي الروح عند باريها يمشي بربحه وبراس ماله. نعم. هذا. اما النوافل واحد ما هي ملزمه عليه لازمه له، ولكن هي رغائب، والرغيبه الناس ذهبوا فيها كل مذهب الذين وفقهم الله، ولهذا مدحهم وجعلهم اصحاب ليل وجعلهم اصحاب نهار. نعم. كانوا قليلا من الليل ويبيتون لربهم سجدا وقياما. وسيدنا صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، تبعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا المقام عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والدعاء وقل ربي أدخلني في أي عمل محبوب، في كل محبوب مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إذا أستاذ الخلاصة دابا السائلة بغات تعرف واش شفاع الوتر واجب؟ لا ماشي واجب. إذا ماشي واجب، ولكن كما ذكرتوا راه المؤمنين والمتقين كيتسابقوا كيتصارعوا على هذا الأمر هذا. ليس بواجب، الواجب هو صلاة العشاء. وهذا سنة، الوتر سنة، والشفاع سنة أخف منه. ولهذا قال: فأوتروا. هذه حنت صلاة النهار هي في 11 ركعة، وصلاة الليل فيها 6، هي 17. صلاة الليل في شحال فيها أستاذ؟ منين كتبدا بصلاة الليل ديال صلاة النهار في 11 في 11. المغرب كتحسب بصلاة النهار. أي ورد في حديث: المغرب وتر النهار. علاش قلنا 11؟ قلنا 4 ديال الظهر و4 ديال العصر و3 ديال هي 11. وقلنا ديال الليل 6. 6 العشاء والصبح اللي هي الصبح والعشاء 17 ركعة. نعم. كما جات الفرائض وترية، الرغائب وترية، فيها مفرد، فيها ركعة واحدة وهو الوتر. كاع اللي صلى جوج 4 المغرب وتر النهار مشى. بقى الليل بلا وتر، نابت فيه السنة. نابت فيه السنة. نعم. إذا واضح أستاذ بالنسبة ديال شفاع الوتر. ننتقلوا لسؤال آخر، سؤال هذه المرة سؤال صوتي. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذنا كيف حالكم؟ بخير لاباس عليكم؟ بارك الله في شيخنا الجليل. معكم محمد حسين. شيخ الكريم، لدي سؤال، المسألة استفسار. ما حكم إذا أتى الإنسان المسجد ووجد الناس قد صلوا جماعة وجمعوا المغرب مع العشاء في ليلة المطر، وهو أتى متأخر ووجدهم قد أنهوا صلاة المغرب وسيدخلون في صلاة العشاء، فصلى وحده المغرب ثم التحق بهم، فهل هذه الصلاة صحيحة أم يجب عليه أن يعيد صلاة العشاء؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك، وتسمع إن شاء الله الجواب. سؤال واضح أستاذ بما يكفي. رجل أها. دخل وجد الناس قد جمعوا المغرب أيه. وبدأوا في صلاة العشاء. نعم. هذا هو السؤال. هو جاء صلى مغربه منفردا والتحق بالجماعة. والتحق بالجماعة. هنا من باب الأدب أن يدخل مع الجماعة بعدما صلى المغرب وعرف أن الناس في صلاة العشاء، فإن صلى معهم العشاء لا يعيدها وصلاته صحيحة، لأن الأمر بالكون مع الجماعة وارد في السنة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة. هنا هذا خصو يتعرف، هنا في أمر، هذه عليكم اسم فعل أمر، أي التزموا نعم. الجماعة. فهذا الإنسان ويدخل تحت رجل آوى فآواه الله، وأعرض فأعرض عنه الله، نعم. واستحيا فاستحيا منه الله. راه الأحاديث موجودة بزاف، لكن خاصة واحد شوية ديال هذا السيد لما صلى المغرب والتحق بالجماعة حاز فضل الصلاة مع الجماعة وصحت صلاته، ولا يعيدها مع جماعة أخرى، ولا يصلي بجماعة أخرى، ولا يتنفل، لأنه قد استفاد من الرخصة التي منحها له الشرع، فلا يتنفل إلا بعد دخول صلاة العشاء الأصلية. يعني يدخل الوقت ديالها الوقت الأذان. عندما يسمع أذان العشاء جاز له التنفل، لأن الناس علاش كيجمعوا في المسجد ليلة المطر؟ مخافة أن تبقى صلاة العشاء من غير جماعة في المسجد، ولهذا قدمت حتى لا يهجر المسجد نظرا لتعاطل الأمطار وعدم رجوع الناس إلى صلاة العشاء، فقدمت ليبقى المسجد في الجماعتين معا في المغرب والعشاء، وتسد أبواب المسجد ولا يتنفل أحد حتى الباقيات الصالحات أو المعقبات. بالنسبة لصلاة الجمع راه كان الشيخ العبار وحده هو اللي آمر بها، الفقهاء الآخرين كلهم قالوا للناس الرخصة راه خفتكم حتى من المعقبات ما تقراوهاش، وقال فيها صاحب العمل الفاسي: والباقيات الصالحات خير وما بها ليلة جمع أمر، وشيخنا الإبار كان يعتني بها حال الأذان بسوى المؤذن. قال لك المؤذن ما يقولهاش، ولكن هذوك ساكتين علاش تحرموهم؟ الفقهاء الآخرين قالوا لهم استافدوا من هذه الرخصة حتى في المعقبات اللي هي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، ديك 33 إلى آخره. إذا هذا السائل الكريم تيقول هذه القضية هذه على أنه واخا هو راه ما بداش معاهم الجمع، انهم دابا كيجمعوا في ليله المطر، هو جا لقاهم المغرب صلوها. وهذاك الامام لاش دايرينو؟ راه دايرينو النيابه في النيه، راه متحدين في الفرض وفي النية. اذا هو صلى بالزربه بالمغرب ديالو بما طبعا ماشي ديك الزربه اللي هي مخله، والتحق بالجماعه صلاته صحيحه. علاش؟ لانه النيه اللي خرج بها من الدار راه جايه لعند الجماعه، جاي عند الجماعه. هي المصاحبه ديال النيه راه موجوده من الحمد لله. الحمد لله. لا انما الاعمال بالنيه. وعلاش جاي هو؟ جاي باش يصلي في الجماعه لوحده راه في بيت، جاي واحتمال انه يلقى الجمع، لانه في الايام ديال المطر محتمل عنده كامل اليقين بانه سيدرك الجماعه. وقد ادركها. الله يتقبل. الله يتقبل. نتحول استاذ سؤال اخر. السيده جنات تقول: اذا استيقظت بعد اذان الفجر فهل يجوز لي صلاه الشفع والوتر؟ هذا سؤال الشفع والوتر ولكن بصيغه اخرى. نعم. اذا الانسان تأذن عاد فقح تأذن الفجر
عاد فاق، واش باقي له الامكانيه انه يصلي الشفع والوتر ولا لا؟ اي يا سيدي، هنا هاد السيد باقي عنده، لان الشفع والوتر يبقى يتصلى حتى اضياق الوقت، ملي طلع الشمس الوقت ديال الصبح. ديال الصبح. علاش؟ عند المالكيه النوافل لا تقضى منها الا رغيبه الفجر وتنتهي عند اذان الظهر هو الزوال، كما يقول الشيخ خليل: ولا يقضى غير فرض الا هي فللزوال. يعني رغيبه الفجر هي اللي كتبقى، اما ملي طلع الشمس ما يبقى يتصلى لا شفع ولا وتر ولا غيره. نعم، اذا قبل ما يطلع الشمس. دابا هذا فوق الاذان. هذا الانسان عند نهايه الاذان استيقظ، لقى المؤذن اذن، ينوض يتوضا ويصلي الشفع والوتر ويصلي الفجر ويصلي الصبح. باقي الحمد لله الوقت. باقي ما دام الوقت كاين. مثلا غادي اليوم عندنا تال 8:30 عاد طلع الشمس. يوم النهض هو تقريبا مع 8 الا ربع. اييه ياكس اييه. يتوضا ويصلي الشفاع والوتر ويصلي الفجر ويصلي الصبح ويبقى قدامه اتساع. يعني الحمد لله باقي الوقت ديال الصبح. الوقت كلما ضاق الصديق كلما ضاق الوقت ديال الصبح. اي هناك كاين عند علماء المالكيه في هذه المساله تقريرات وتقديرات الخلاصه طويله، لا وانما هي باختصار شديد. علاش؟ ذاك الوقت اللي ينوض فيه كيشوف شحال غادي يدي ليه الوضوء وشحال باقي لطلوع الشمس. الا كان باقي ليه 7 ركعات غادي يصلي الشفع والوتر والفجر والصبح. يعني يدير تقدير ديال التقدير. إلى التاسع ليه الخمسة يصلي الشفع والوتر والصبح. ويخلي الفجر تا الوقت حل النافلة. وإلا التاسع ليه الثلاثة يركع ركعة الوتر ويدخل في الصبح. يدير ركعة واحدة ديال الوتر. الوتر لأنه مؤكد. وبالنسبة للفجر الرغيبة ديال الفجر حتى يطلع النافلة. هذاك عنده النهار، هذاك قريب من النهار كنقضيوه، وهادو قرابين من الليل بقاو في الليل. الفجر قريبه للنهار، ولهذا تقضى بالنهار لانها علامة على ذهاب الليل ومجيء النهار. نعم. ولهذا تقضى في النهار. نعم. غير استاذ الوقت ديال النهايه ديال الصبح. نعم. هو ذاك الشروق اللي كنقولوا مثلا حنا كنلقاو باش تكون سهله علينا كاملين المواطنين والمواطنات يعرفوا هذه القضيه هذه. تلقاو عندنا في اليوميه او ديك يعني الحمد لله كاينه ديك الحصه اللي هي حتى اللي ما عندوش مثلا في دارو ما قداش مطبوعه، راه كاينه في الانترنت. تدخل الموقع ديال وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه موجوده ديال جميع المدن، وبالتالي مكتوب فيها وقت ديال الشروق. واش هذاك وقت ديال الشروق هو نهايه ديال وقت الصبح؟ لا سيدي، ولا قبل منه ولا شنو؟ لا سيدنا صلى الله عليه وسلم ترك واحد المساحة شاسعة جدا للأمة في الصبح والعصر. هاد جوج صلى الله عليه وعلى آله قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. حديث واضح ياك أستاذ. ومن أدرك الشمس. نعم، قبل أن تطلع الشمس ركعة واحدة. وحدة قبل طلع الشمس، ووحدة بعد ما طلعت الشمس، وأداء وليس قضاء. أداء يعني في الوقت ديالها. ما خرجش الصلاة في الوقت. صلاها في الوقت. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي قوله أدرك أداء وليس قضاء. باب واسع. هذا باب واسع. إذا شروق الشمس. الشمس هو الشروق فيه تفصيل. علاش؟ ذاك الوقت اللي كتلقى فيه الشروق راه باقا الشمس ما طالعاش، راه وقت صلاة، راه يصلي، راه كاينه 8 دقائق تما، راه إلا كان مضي يصلي الفجر والصبح وما طلعش الشمس. هو الحمد لله الوقت الحمد لله متيسر. غير استاذ كاين اللي كيعتقد دابا كاين بعض الناس اللي هما كيشتغلوا
وكيفيق مثلا مع 8 في حال هذه الوقيته هذه اللي دابا الشروق راه تقريبا كما ذكرتوا تقريبا 8 ونص، هو تيفيق مع 8 وتيقول لكم مشى لي الوقت ديال الصبح ولا خليه انا مخرجوا على الوقت، ربما تنمشي للخدمه ونصلي، هو راه باقي يمكن يصلي في الوقت ديالو. لا يحل لامرئ ان يقدم على امره حتى يعلم حكم الله فيه. ياك يعني كيفاش نصلي وما عارفش كيفاش نصلي، وما عارفش اوقاتي، وما عارفش الضروره ومن الاختيار، هنا هذه راه شويه. والحمد لله هي الاسئله كتجي استاذ، الحمد لله، الله يجازيكم بخير، وانتم كتبينوا للناس وكتبينوا لنا كاملين، كنستافدوا منكم، الله يجازيكم بخير. الله ينفع. وكاينه هذه القضيه ديال هاد الركعه اللي قبل طلوع الشمس واللي ورا طلوع الشمس، كان بكراسي كيجيو عاد الفقيه يقول لي يا سيدي كنا حنا جوج وعندنا غير اناء واحد وما فقنا تضيق الوقت، صاحبي ناض توضا صلى ركعه، عاد طلعت الشمس، انا توضيت وجيت اقتديت به ملي طلعت الشمس. يعني اقتديت به، يعني جعلته هو الامام ديالي. اي جعلته هو الامام ديالي. هو راه صلى ركعه اييه ودخل دابا في طلوع الشمس في الركعه الثانيه. اييه الا قال لي الصلاه صحيحه كيقول له سيدي خاصك تقرا شويه. كيقول لي علاش؟ كيقول لي هذاك مصلي الصبح في وقته وانا داخل في القضاء، لا علاقه تجمع بيننا. واحد عنده الاداء، واحد عنده القضاء، عنده اداء، والاخر ملي طلعت الشمس راه صار في القضاء. نعم استاذ، غير الله يجزيكم بخير، هذه المساله هذه لان ربما بعض المشاهدين يبغوا يعرفوا شنو هو الاداء وشنو هو القضاء. ذاك اللي كنديروه قبل طلوع الشمس الاداء في الوقت كامله اللي كنصليو في الوقت ديالها. اييه، وذاك اللي نصليوه من وراء طلوع الشمس كيعود قضاء، ما كيبقاش اداء. اذا القضاء هو لما شي صلاه من الصلوات الخمس خرج وقت، خرجوها على الوقت ديالها، هذا كيتسمى قضاء كنقضيوها. واذا صليناها قبل ما يوصل الوقت ديالها، يعني باقي في الوقت ديالها سواء الاختياري او الضروري، راه حنا كنأديو، يعني ادينا الصلاه ديالنا. اييه، الله يجازيكم بخير، مرحبا، بارك الله فيكم. اذا واضح في هذه القضيه هذه. ننتقل لسؤال اخر، نشوف هذه المره سؤال صوتي. مرحبا. انا تنصلي برا في الصيف تيكون الحال سخون، وتنخرجوا برا تصيبنا المغرب برا، العشاء شحال من مرة تصيبنا هكا برا، ولكن تيكون شي جمع هكا شي حديقة هكا في الطبيعة وتنصلي برا. ما هو الحكم الشرعي؟ جزاكم الله خير. تسمعين ان شاء الله، تسمعين الحكم الشرعي. هذه سائله استاذ، هذه لان الاسئله شي مره ملي كيجيبوها لنا كنحاولوا نقطعوهم في كل سؤال تنديروه في محور. هذا سؤال متعلق بهذا المحور ديال فقه العبادات. هي سائله من ايطاليا، مغربيه في ايطاليا. قلت لك شي مرات تيكونوا مثلا في واحد النزهه، تيخرجوا هي وليداتها والزوج ديالها وهذه تيخرجوا تيكونوا في واحد الحديقه، تيجي الوقت ديال الصلاه. واش يمكن للمراه تصلي في هذاك المكان اللي هو مكان عام في ذيك الحديقه، تاخذ واحد الجانب وتصلي دير الزربيه ديالها ولا اللي سميتو تصلي تما؟ نعم سيدي، الفقهاء كانوا كيقولوا اذا كانت في خلاء تصلي جالسه، راه ماشي هذا شي فرض لا كانت غير واحد الحمايه. والمراه اليوم ما بقاتش عرضه للنظر. علاش قالوا لها تصلي جالسه؟ باش ما يتشخص الشخص ديالها راها موجوده في المكان الفلاني. اما الان فهي صارت بجانب الرجل ان اخذت مكانا محترما وذهبت لتصلي فيه، الله يقبل منا ومناسي. مكان محترما هو بحال باش نكونوا ما تجيش في الطريق ديال الماره. شنو المكان المحترم؟ هو ذاك اللي غادي ما يكونش مكان ديال المرور ولا مكان ديال الجلوس، غادي ناخذوا مكان فارغ لان في واحد المتسع وتصلي والله يقبل وجاز الامر. الله يتقبل، الله يتقبل. علاش؟ وخوص لان النساء اليوم يصيبهن الوقت في الاسواق. نعم، الاوقات كلها وفي العمل، باش ما نبقاوش لا راه خاص هاد المسائل شويه ديال النقاش. الا قلنا لها ما تصليش على برا، راه ما غتصليش.
يعني غيتجمعوا ليها، أي. يجمعوا ليها 3 ولا 4 الاوقات شي مره، غادي وغتجي تصلي في الدار غتجي صعوبه. غتلقى واحدة أخرى تقول لها ما مقبولكش كاع. إيوا حنا قفرناها. وتجلس كاع ما تصلي. ما لا يدرك كله لا يترك جله هذه. نعم. ما لا يدرك كله لا يترك جله. الله يقبل صلاة صحيحة إن شاء الله ما دامت أخذت مكانا محترما وصلت صلاة مؤمنة قبل الله منها. الله يتقبل منا جميعا، الله يتقبل منا جميعا. ننتقل استاذ سؤال اخر، سي حميد من مدينه الحسيمه يقول: ما حكم دعاء القنوت في الركعه الثانيه من صلاه الصبح؟ جزاك الله خيرا وجزا الله هذا السائل عن هذا السؤال. سؤال وجيه جدا جدا جدا. هو القنوت مستحب، ليس من ترك لا شيء عليه، ومن فعله أتيب عليه، هذا حكمه بعد. نعم. لكن كيف هو يعني الإمام مالك رحمه الله كان عنده واحد بعد النظر في هذه القضية. سئل عن هذا السؤال فقال: الذي آخذ به في نفسي رحمة الله عليه بعد القراءة وقبل الركوع. شو كدار لها؟ بعد قراءة السورة في الركعة الثانية وقبل الركوع رحمة بالمسبوق. كيف؟ نفهموها. شو كدار لها؟ قالوا: الذي آخذ به في نفسي بعد القراءة وقبل الركوع. علاش؟ المسبوق ملي يدخل ويلقى الإمام كيقرا في السر كيعرف راه الركعة الثانية وراه كيفرح لأنه دركها. دابا سال الامام أي. من الفاتحه والسوره، تيقرا القنوت، دعاء القنوت سيكون سرا. نعم. بالسر. هذا المسبوق كيفرح بأنه أدرك الركعة وبقات لي ركعة. هنا قالوا: الذي آخذ به في نفسي بعد القراءة الجهرية ديال السورة اللي بعد وقبل الركوع رحمة بالمسبوق. طيب، جاو الفقهاء من بعد جابوا سؤال رابع اخر في هذه المسألة. اشنا هي؟ هذا المسبوق هل يعيد قراءة القنوت أم لا؟ قالوا: لا يعيدها لأنها فاتته كذلك، وهو يقضيها على الوجه الذي فاتته به، فالتي صلىها مع الإمام ثانية الإمام ويجعلها ثانيته وياتي بأولاه بالأولى ولا يعيد القنوت. اسمح لي استاذ نقرر كلامكم، نقربوا شي شويه. مثلا دابا هذا انا جيت لقيت الجماعه كيصليو، لقيتهم كيقراو ساكتين واقفين ساكتين، كيقرا في القنوت. اذا انا دخلت معهم كمسبوق. اول حاجه هذيك الرحمه بالمسبوق هو انني غادي نلحق ركعه في ديك الفتره ديال اذا مني غندخل انا كمسبوق ونبقى ساكت وانا نقرا دعاء القنوت مزيان، نقرا دعاء القنوت. غادي نوض نجيب ركعه راني لحقتها ونجيب الركعه الثانيه وما نديرش دعاء القنوت. لا صافي. لا، دعاء القنوت راه كان في الثانيه. نعم. دركوا مع الامام ودرك مع هذيك الركعه بكل شيء لها. هو تيقضي الاولى عاوتاني بكل شيء ديالها. صافي. هذا السائل والله فرحني بسؤاله. علاش؟ لان هذه مساله واخا دابا الناس كاين يزهدوا في المسائل. فالقنوت راه اللي تركوا السجود اللي سجود القبلي كيبطل الصلاه، ولكن هو في دعاء من اراد ان يفعله فليفعل ومن تركه لا شيء عليه، ولكن فعله اولى. اذا جات على خاطركم استاذ، لان اكيد هذا السؤال غادي يبغوا يعرفوه المشاهدين والمشاهدات، ذكرنا بالصيغه ديال هذا الدعاء هذا. نعم، هذه الصيغه ديال هذا الدعاء اللي كنقولوا في القنوت. نستعينك ها وحده ونستغفرك
ونؤمن بك ونتوكل عليك نثني عليك الخير كله. اللهم إليك نسعى ونعبد ونترك ونخلع من يكفرك. اللهم إنا نستعين بك من العذاب، إن عذابك الجد بالكفار ملحق أو ملحق. هنا هذا الدعاء الإنسان يتعلمه ويقراه سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. إذا هو فيه صيغ مختلفة. نعم. شوية فيه صيغ مختلفة. في صيغ مختلفة. نعم. ولكن اللي ما حافظش يا أستاذ ما تيسرلوش أنه يحفظ هذا الدعاء في أي صيغة من الصيغ. واش يمكن له مثلا في ديك الوقيته هذيك إلا ما يحفظ شيء ما يديروا شيء، ما يقولش أي دعاء، إلا ماشي راه ملزم باش يوقف ليه كالفاتحة. لا يقول أي دعاء، أي دعاء، يا ربي ارحمني، يا ربي اغفر لي، يا ربي أي حاجة اللي يبغى. شوف الدعاء كما قال بعضهم، اسمع واحد السيدة كدعي معه، وبين نختم إن شاء الله هذه الحلقة، كدعي معه وإذا بها صارت تدعي عليه، كانت تدعو له ولفظها عليه، سمعها وقال اللهم بقلبها لا بلسانها. الدعاء بالقلب يعني كشي اللي مقصود داخل. والله يوفقنا أستاذ. بخير. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لكم فضيلة الأستاذ الفقيه العوني بن محمد الزاوية، عضو المجلس العلمي المحلي بعمالات صخيرات مرا. وإن شاء الله نلتقوا بك في حلقات أخرى من هذا المحور المتعلق بفقه العبادات، وبقيت عندنا أسئلة كثيرة، والأكيد أننا سنتوصل بأسئلة جديدة من المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات الذين يريدون معرفة الأحكام الشرعية، وكلنا نريد ذلك. كلنا نريد أن نعبد الله عز وجل بعلم، وكلنا نريد أن تكون صلاتنا وزكاتنا وحجنا وكل ما نتقرب به إلى الله عز وجل نريده أن يكون صحيحا. إلى لقائنا آخر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.